اخوان السلام عليكم. بالنسبة للاخوان المتظاهرين او الناشطين اللي راحوا اليوم للسيد سليم الجبوري رئيس مجلس النواب والتقوا به، احنا هذا الشيء يخصهم، هم التقوا بالنيابة عن حزبهم، عن نفسهم، عن الجهة اللي يمثلوها. اما اذا يقولون هم احنا نمثل المتظاهرين مئات الالاف فهذا مو من حقهم. بالنسبة للمتظاهرين ماكو اي واحد يقول انا امثلهم، هناك مئات الالاف متظاهرين في بغداد في المحافظات، لا يوجد اي واحد يمثلهم او يلتقي مسؤول او يصرح القناة اعلامية معينة، اي ناشط اي اعلامي اي شخص اي متظاهر يصرح هنا وهناك يمثل نفسه فقط. الالاف مئات الالاف الذين خرجوا في تظاهرات في بغداد وفي المحافظات لا تزال هناك مطالب، لا تزال هناك مطالب كثيرة. احنا عندنا 10 مطالب رفعناها لحد الآن، اللي تنفذ المطالب وما تنفذ هو قرار لحد الآن بعد ما تنفذ على أرض الواقع. 3 مطالب وباقي عندنا 7 مطالب. بالنسبة للتخفيض مال الرواتب التقاعدية مال الرئاسات الثلاث، البارحة أنا نزلت منشور بيها واليوم أكد عليها بالتعليمات مال السيد رئيس الوزراء. الإصلاحات اللي صوت عليها اليوم مجلس النواب يقول تخفيض الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث وللجمعية الوطنية ولمجلس النواب. هناك أكد مو تخفيض، اكو بيهم تخفيض، اللي عنده فوق الخدمة فوق ال 15 سنة ما يخالف تخفيض، بس اللي عنده خدمة جوا ال 15 سنة او جوا ال 10 سنين او جوا ال 5 سنين هذا ما يستحق راتب تقاعدي نهائيا. هذا بالعكس اذا ما اخذ رواتب تقاعديه بالسنين الباقيه نجيبه نقول له يابا رجع لنا الرواتب اللي اخذتها، هاي مو من حقك، هاي حرام عليك. ماكو بقانون التقاعد واحد عنده خدمه سنه ياخذ 50 مليون، واحد عنده خدمه 4 سنين ياخذ 60 مليون و70 مليون تقاعد، هاي ما صايره بكل دول العالم. فلذلك احنا نطالب الجهات الحكوميه الجهات التشريعيه بتشريع قانون تقاعد موحد يشمل العراقيين الموظفين اعتبارا من رئيس الجمهورية ونزولا إلى أصغر موظف. وأيضا هم نضيف لها مطلب آخر، قانون رواتب الموظفين، يجب أن يتساوى الموظفون في رواتبهم في الوزارات كافة، وخاصة هناك مظلومية على رواتب وزارة الصناعة، يجب أن تساوى رواتبهم أسوة بأقرانهم في وزارة النفط في وزارة الكهرباء في الوزارات الأخرى. يجب أن تكون هناك مساواة للرواتب في الوزارات كافة، يجب أن تكون هناك عدالة. أيضا عندنا قضية أخرى بالنسبة للثروات النفطية، احنا نعرف لحد الآن إقليم كردستان يأخذ 17%، هاي النقطة ما ذكرت وهذا مطلب للمتظاهرين. إقليم كردستان يأخذ 17% ويأخذ فوقها رواتب البيشمركة وياخذ غير شغلات فوقها اضافه للرواتب السياديه للنواب اللي عندنا ببغداد. احنا نطالب باقرار قانون النفط والغاز اللي ذكره اليوم السيد سليم الجبوري، وباسرع وقت يجب ان يكون هناك توزيع للثروه النفطيه على جميع افراد الشعب العراقي، وذلك وفقا للفقره 111 اللي موجوده بالدستور العراقي. نأكد مره ثانيه، يجب ان يكون هناك توزيع عادل للثروة النفطية على جميع أفراد الشعب العراقي وفقا للمادة 111 من الدستور. وشكرا.